الحاج رئيس المنتدى تقديم كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم. أنا فاجأتني هذه المفاجأة الرائعة من ابنتي أمينة. شكرا جزيلا أمينة. السيدات والسادة الضيوف الكرام، للمرة الثانية يطيب لي باسمي وباسم منتدى الآفاق للثقافة والتنمية أن أتشرف بحضوركم الكريم، جاعلين نصب أعيننا أن يكون هذا الملتقى الفكري سنة سنوية يلتئم فيها الجمع الكريم لخير مثقفي الأمة العربية سواء من مدينة خليبكا أو خارجها. ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من تكبد عناء السفر لحضور هذا الملتقى. نرحب بقدوم ضيوفنا الجدد هذه السنة. أيها الحضور الكريم، لقد صار لزاما أن يمضي هذا الملتقى قدما لتأصيل تجربته الذاتية في مجاورة ومجاوزة العديد من المحاور المعرفية ذات الارتباط العضوي بحركة المجتمع والتاريخ في علاقاتها المتنوعة والمتخاصبة ذات الصلة بانشغالات الأمة العربية والإسلامية ضمن صيرورة الوجود والموجود. أيها الحضور الكريم، هذه السنة يأتي الملتقى الثاني للثقافة والفكر في سياق منعطف تاريخي دقيق تؤثره بؤر توتر العديد على الصعيد العربي. تراوحت ما بين سلوك نهج الحرب الأهلية في سوريا وليبيا وبشكل متعدد في مصر، ونهج سلوك منفتح على التعدد وقبول الاختلاف في تونس، كما سلكت نهج التعقل والحوار في المغرب واليمن والبحرين. ولئن كانت المواكبة التنظيرية التحليلية من لدن الأنثروبولوجيا العربية ضرورة تاريخية لرصد مظاهرها وتجلياتها، فإن هذا الملتقى الثاني يفتح بمحاوره المتعددة من المفاصل الرئيسية لهذه التمظهرات الأساسية. إن الانتماء لطرح وقوة المؤسسة المدسترة القانونية المبنية على الاختيارات الديمقراطية كفيلة بترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة وردع بؤر الفساد وآليات منطقة الدولة العميقة المترصدة لكل محاولة بناء ديمقراطي. إننا في منتدى الآفاق للثقافة والتنمية نسعى بكل جهد لترسيخ هذا المسار وفق منطقة المجتمع المدني بتجلياته المتعددة في إطار دبلوماسية موازية سياسيا وثقافيا وعلى صعيد الديمقراطية التشاركية كأفق طبيعي لتداول الشأن السياسي والتنموي كإجراء عملي يناط به تحقيق السلم الاجتماعي داخل المنظومة العربية. أيها الحضور الكريم، للسنة الثانية يظل ملتقى الفكر العربي كبرعم أو كحلم ينتوي تعميق ثقافة التمدن والتحضر ويشتغل بعنقه كي يكون واحة رائعة للتخاطب الفكري الخلاق وتبادل الرؤية وتدبير الاختلاف وتقويض ثقافة التعصب والهدم والجروح بقوة العقل الراجح نحو مصادرة الفكر الواحد المنعزل المتعصب منتصرا لقيم الحداثة والتقدم. أمل ثاني صغير رغم الصعاب ورغم الإكراهات يتقدم في غمر التجربة الخاصة مرحبا بكل الإخوة والأخوات العرب في بلدهم الثاني المغرب بأحضان دافئة شأنه دائما بفتح ذراعيه لقيم التقدم والعقلانية مرسخا في مسار الأمة العربية سنة الإبداع والابتكار في كنف الثقافة العربية الإسلامية منذ أن نزلت آية اقرأ ودشن بيت الحكمة ببغداد وغدت طليطلة وفاس والقاهرة وتقشر وتبريز موئلا فرا ومنجبا لآيات الفكر والمعرفة. نرحب بكم أيها الضيوف الكرام مرة جديدة، ولمرة أخرى نتمنى صياغة تركيبية أخرى لأفكاركم النيرة، آملين أن تصدر من المنتدى كتاب أو مجلة، طالما أن حلمنا الأكبر أن يصير المنتدى مركزا عربيا للدراسات الاستراتيجية ومن جديد
أهلا وسهلا بكم في وطنكم المغرب.